بأجواء مفعمة بالفخر والانتماء، افتتحت نقابة الصحفيين العراقيين ندوتها الحوارية بعنوان الإعلام العراقي شريك أساسي في الانتصار على داعش، حيث بدأ الحفل بالنشيد الوطني العراقي وقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق الأبرار. رحب نقيب الصحفيين العراقيين الأستاذ مؤيد اللامي بالحضور قائلا: نحن نحتفل اليوم سوية بالانتصار الكبير على تنظيم داعش الإرهابي، ونستذكر بكل فخر دور الإعلام العراقي الذي كان شريكا أساسيا في هذه الحرب. وأشار اللامي إلى أن جموع الصحفيين العراقيين لبت نداء فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي، حيث نقلوا الحقيقة من ساحات المعارك ودعموا المقاتلين معنويا. وأوضح أن النقابة فقدت أكثر من 50 شهيدا صحفيا، من بينهم صحفية عراقية، بالإضافة إلى مئات الجرحى، مؤكدا أن النقابة قدمت الدعم لعوائل الشهداء واستوعبت الجرحى بمن فيهم المصورون الحربيون. وفي لقاء مع مدير إعلام هيئة الحشد الشعبي تحدث عن أهمية هذه الندوة قائلا: ندوة مهمة أولا للتعريف بأهمية الإعلام في القتال ضد جماعات داعش، والإعلام العراقي كل يساند قوات الأمن والحشد الشعبي. ثانيا التعريف بأهمية الإعلام الحربي، وأيضا استذكار الشهداء والجرحى والمضحين في هذه المنازلة التاريخية، هو جزء من احتفال وتخليد لمعارك النصر على جماعات داعش. من جهته قال أحد الصحفيين المشاركين: الإعلام الحربي لعب دورا كبيرا في تعزيز الروح الوطنية ونقل بطولات القوات الأمنية والحشد الشعبي، مما ساهم في تحقيق النصر التاريخي. أقامت نقابة الصحفيين العراقيين اليوم ندوة حوارية حملت عنوان الإعلام الوطني شريك أساس بالقضاء على داعش، واستضافت بها عدد من الزملاء الذين كانوا يتسنموا مناصب في تلك الفترة في عمليات التحرير، وقاموا باطلاع الحضور على الكثير من القصص الواقعية التي نقلها الإعلام العراقي في تلك الفترة. أكدت ندوة نقابة الصحفيين العراقيين إن الإعلام كان وسيبقى صوتا حرا وشريكا حقيقيا في حماية الوطن ودعم أمنه واستقراره. ذكرى النصر ليس مجرد احتفال، بل مسؤولية مستمرة لكل من ساهم في تحقيقها. لوكالة صدى الإعلامي للأنباء، خالد الفتلاوي، بغداد.